آزاد خانقيني رجل أحب خانقين حتى النهاية. بين الفن والنضال توزعت حياة آزاد وهاب المعروف باسم الفني آزاد خانقيني. ولد سنة 1958 في مدينة خانقين من عائلة تنتمي إلى قبيلة الأركوازية المعروفة. أكمل في خانقين دراسته الابتدائية والمتوسطة لينتقل بعدها إلى قضاء الخالص ليكمل دراسته في إعدادية الزراعة. أحب الموسيقى منذ صغره وشارك في عديد من الفعاليات الفنية، ومنذ ريعان شبابه كان مدافعا عن الحريات في وجه النظام الدكتاتوري، وإلى جانب نضاله كان من الفنانين البارزين يمتلك صوتا ثوريا وحنجرة كردية أصيلة. أصدر عددا من المؤلفات من بينها كتاب أراكي، ويعد الكتاب مسرحية قصيرة باللهجة الكلهرية كتبها أيام حكم النظام البائد كتعبير عن معاناة أهل مدينته من الظلم والاضطهاد. توفي آزاد وهاب في 1 أيار سنة 2006 بعد معاناة مع مرض عظام، تاركا وراءه أرشيفا غنيا من العطاء وابنتين. من أبرز أغانيه أرمني وهركوتم يا علي مدد وطازة عروس. وأنتم كيف ترون دور الموسيقى في دعم النضال والثقافة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.